فيه وظائف في الجسم لو حاول الإنسان يتدخل فيها بإرادته يفسدها. مثلا لو حاولت تخطط للنوم ما تنامش، لو تدخلت في تنفسك يضطرب تنفسك، لو فكرت في هضمك يرتبك هضمك، لو فكرت في توازنك وانت بتتمرجح على حبل تقع، لأن دي كلها وظائف ربنا برمجها في الخلايا وجعلها آلية تحصل من نفسها من غير تدخل. وظائف الإنسان اتولد بيها مبرمجة جواه. وفي أنشطة أخرى ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها وبنتمرن عليها، زي المشي والجري، تريكو. دي حاجات ما بنتولدش بيها لكن بنتعلمها ونتدرب عليها، وبعد كده تبرمج وتحفظ في الخلايا، وتبقى بعد كده تحصل تلقائية بمجرد استدعائها فورا، تحصل من غير تفكير. ازاي بتتم حركة تلقائية زي المشي؟ كل حاجة بتحصل لازم تطلع على شكل إشعارات إلى المخ، لازم يصل إلى المخ أول بأول إشعارات من كل منافذ الحس، من العين، من جهاز التوازن، من العضلات، من المفاصل، من الجلد، من كل حتة. هذه التعليمات بتنزل لجميع العضلات المختصة وللمفاصل وللعمود الفقري وللهيكل العظمي، كله بيشترك. تطلع تاني إشعارات تقول للمخ تمام، الوضع تمام. المخ يعمل إشعار بإن التعليمات دي تسجل في مراكز تخزين معلومات في المخ. كل ده يتكتب التصليحات والغلطة وإزاي حصلت وإزاي تسجل وتبرمج مرة واثنين وثلاثة واربعة ومرة واثنين وثلاثة واربعة، لما خلاص أشرطة تتملى وخلاص بعد كده تحصل بمجرد استدعائها فورا. عملية عجيبة، 45,000 مليون وصلة عصبية جوه جسمك. العملية دي عشان تحصل تحتاج لإشعارات تطلع لفوق من جميع منافذ الحس، وبعدين كابلات تنزل من المخ فيها تعليمات لكل العضلات المختصة، وبعدين مراكز تجميع معلومات، وبعدين مراكز ربط، وبعدين مراكز تحليل. يعني انت أشبه بسنترال 45,000 مليون وصلة عصبية. شيء رهيب. ده الإنسان قارة كون، مش قارة، كون عجيب له جغرافيته ومجاهله. في العين وحدها، العين الواحدة فيها 1,500,000 كاميرا تلفزيونية مجسمة بالألوان. 1,500,000 كاميرا جوه العين دي، كل كاميرا حجمها 1/1000 من الملي. هذه الكاميرا اللي بتعمل باللون والتجسيم 1/1000 من الملي. يعني العين الواحدة فيها معدات أكتر من كل المعدات اللي موجودة في جميع الاستوديوهات التلفزيون اللي في العالم كله، أضعاف مضاعفة كمان في التجهيز والمعدات. وفيها أجهزة لضبط النور والظل والإضاءة واللون والتجسيم. لسه العلوم بتاعتنا ما وصلتش إليها. عين واحدة فيها أكتر من مجموع المكانات اللي في جميع استوديوهات العالم كله أضعافا مضاعفة، وفيها معدات ما نعرفهاش. دي عين واحدة. طب ده في عين كمان، وفي ودن هنا وودن هنا، وفي لسان بيتذوق وأنف بتشم وجلد بيحس، وبعدين في غير كده كمان العقل والضمير والوجدان والنفس والروح. كل ده داخل في بعضه ومتناغم في حالة هارموني جميل وتنظيم وانضباط عجيب. مش حاجة ضد حاجة، لا، كون غريب متناغم اسمه أنا وإنت. شايف بقى ده السر الغريب بقى هنا، الحبل الشوكي العجيب اللي فيه الكابلات اللي طالعة نازلة. كل ده بيروح للمخ، القيادة الكبرى، القيادة اللي فوق دي. المخ فيه مركز لكل نشاط، بينزل منه الكابلات زي ما هنشوفها كده، تنزل على طول على الحبل الشوكي وتعمل وصلة على اليمين بالمخيخ اللي تحت ده. في الحبل الشوكي التنها نازلة لغاية ما تيجي عند العضلة المطلوبة.
لما تيجي لعند العضلة المطلوبة يحصل تفريغ للشحنة العصبية في الخلية أو العقدة المطلوبة بالظبط، تفريغ كهربائي على طول. أهو نازل الكهرباء تنزل على طول في الحتة دي، هتطلع في الأعصاب الطالعة دي وتروح للدراع للأصابع لنفس الحتة المطلوبة. ده تفريغ عصبي بيحصل في خلية، خدنا خلية واحدة بس، الخلية تبعت على طول كله يروح للعضلة المختصة في الأصابع، دي عضلات الأصابع وصل لها الأمر. التوازن، التلقائية، كام عضلة بتشتغل في نفس الوقت مع العين مع الودن مع كل شيء غريب. هنا بنشوف مركز مختص بالتوازن تحت المخ، البني ده اسمه المخيخ، ده مشترك بعملية التوازن وهو مركز التوازن في الجسم كله، هو المخيخ. أي حاجة تحصل لهذه الممرات العصبية تكون نتيجتها المرض. كل دي عمليات بيهيمن عليها شبكة عصبية خاصة بيها ملهاش دخل في الإرادة خالص. في الواقع الحكومة اللي بتحكم أجسامنا بتشبه الحكومة الفعلية، بتشبه الحكومة الفعلية في إن لها مستويات عمل. بعد كده بنلاقي جهاز تخطيط، كنا نطلع فوق لغاية ما نلاقي في الآخر القيادة، ونلاقي الحاكم اللي هو بيقعد ويفكر ويستلهم ويبتكر الخطط الجديدة أو المشروعات الجديدة. نفس الحكاية برضه في الإنسان والحكومة اللي بتحكمه. الحكومة اللي بتحكمنا لها مستوى أدنى، مستوى الواطي خالص، ده النشاط الغريزي، الحاجات اللي بتتم بالغريزة والحاجات اللي بتتم بالآلية زي اللي شفناها في وظائف الهضم والامتصاص ودق القلب وضغط الدم. كل دي عمليات آلية بيشرف عليها نظام روتين مخصوص على أدنى مستوى من الحكومة بتاعتنا. يالي ذلك بعد كده نظام تلقائي بياخد الخبرة الجديدة اللي احنا بنتعلمها ويسجلها ويبرمجها ويحفظها ويخزنها في مراكز معلومات. فوق كده مستوى أعلى من كده الجانب الواعي اللي بيفكر ويخطط. فوق كده آخر بقى على الذروة بنلاقي الجانب الإشراقي من البني آدم، الجانب الإشراقي من جهازنا العصبي اللي هو بيستلهم ويستوحي في الفنان والكاتب والمخترع وإلى آخره. على أعلى ذروة من هذا المعراج نجد النبي اللي تتجلى فيه أعلى المؤهلات والقدرات. ده بيبلغ يطهر لدرجة إنه هو يبقى مؤهل لأنه هو يسمع من الغيب، يكالم الملائكة، يستمع إلى ربه، يعدي الحاجز بقى العالم الآخر ويسمع الحاجات اللي ما نقدرش نسمعها. دي أعلى مستوى.